بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة علمية غريبة. هذه الظاهرة في الواقع ناس كتير طلبوا مني إننا نتكلم عنها. في آخر أسبوع في شهر يناير سنويا بيحصل تخلخلات في باطن القشرة. هذه التخلخلات تسبب تكسرات في قاع الأرض في منطقة تسمى تحديدا مدينة نصر، وده ينتج عنه استقطاب أكبر عدد ممكن من الذرات والخلايا في منطقة تسمى أرض المعارض. الظاهرة دي بتستمر حوالي أسبوعين وتعتبر كارثة طبيعية زي الزلازل والبراكين والكوارث دي كلها، ولكن العلماء وضعوا لها اسم آخر وهو معرض الكتاب. ليه كارثة طبيعية؟ انت عندك حوالي 1,300,000,000 ذرة متجمعين مع بعض في مكان واحد، فمنتظر ايه غير ضغط جماعي وظيطة جماعية؟ يعني شوف حالة الهلع والتراكمات بين الذرات في المكان ده، يعني سبحان الله. ولكن يقال السنة دي هتحصل تزلزلات في الزلال البشري لقاع هذه الطبقة، مما يؤدي إلى ترحال الظاهرة في منطقة أخرى قريبة من التجمع الخامس، لكن في الحقيقة يعني الله أعلم. بس بعد تدقيق طويل مننا كعلماء اكتشفنا وجود 10% من الذرات والخلايا ليها نشاط مختلف عن الباقي. هذه الخلايا راح المعرض فعلا تشتري كتب وتقرأ. دي خلايا سرطانية طبعا. احنا كعلماء نعمل على وجود حل للقضاء على هذه الخلايا، وده طبعا موضوع لا ينتهي الحديث عنه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. شكرا.